عسلامة. عسلامة أختي. عملنا روحك. مواطن تونسي من ولاية القصرين تحديدا معتمدية العيون. مرحبا بك حذينا وتحية لأهالي قاسرين الكل. يعيشك، عايش أختي. باش نحكيو على الإنسان اللي نجم يغلط في حياته ومن بعد يصلح من روحه. خلينا ننطلقوا من تجربتك الشخصية. والله شوف، كما قلت في الخطبة متاع الجمعة المرة اللي فاتت، كل بني آدم خطاء. كنت يعني إنسان صغير، يعني كنت مانيش عارف، مانيش فاهم الدنيا، غلطت، عملت برشا أخطاء. وللأمانة راني ما سرقتش، يعني عملت حاجات غلطة، كلام زايد، يعني ما برشا برشا حاجات، يعني حتى مع دارنا. خلينا نحكيو بالتفاصيل فترة المراهقة متاعك كيفاش تعديت من العمر قديش حتى الوقتاش. والله تعدت صعيبة برشا، من زون 14 سنة بريسك ال 20 سنة، نجم نقول 20 سنة، بعد فقد بروحي. 14 سنة. ل 20 سنة. مه. شنو هو الأخطاء اللي ارتكبتهم في العمر هذاك وكيفاش أثرت على العائلة متاعك؟ والله برشا، شوف، خاصة بكلمات الناس، يعني وبرشا برشا أخطاء، يعني ما وصلتش ضريت عباد، ثم مشاكل صحيح صارت مع ناس، لكن بالرسمي نعتذر من الناس الكل، مع أي إنسان غلطت معاه بالحق، خاطر كل إنسان يغلط. فترة مراهقة وتعدت صعيبة، وأي إنسان يعني صغر ماهوش باش يلوم عليا حتى حد، لكن الحمد لله صلحت من روحي، واليوم من هذا قاعد ديما نصلح. فهمت؟ في العمر هذاك مسيو، شنو كان ناتج عن أخطائك؟ شنو هو ناتج عنه؟ والله النتيجة، شوف، أنا الحمد لله. شنو هو الأسباب اللي خلتك تغلط هكاك؟ شوف، صغر، فترة مراهقة، لكن الحمد لله ثم شكون دلني للطريق، يرحم والديه بالرسمي، وثم شيوخ تبعت ونتبعك أيها الناس، فهمت؟ وبالرسمي يعني شوف، نتبع سنة الله ورسوله. أول ما نحل كتاب القرآن أنا نلقى بسم الله الرحمن الرحيم، جيت نفسر فيها ايش معناها بسم الله الرحمن الرحيم. بالحق يعني أرحم من روحي، وأرحم من أمي، وأرحم من بابا، وأرحم من الناس الكل. معي تحيه لامي وابويا اللي جابوني وكبروني وصلوني، ان شاء الله ربي يعطيني الوقت الطيب اني نعملها محجه به. لكن بالرسمي انا لما نقرا في القران الكريم، ربي سبحانه وتعالى يقولنا: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وهو الغفور الرحيم. نقرا في ايه اخرى: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال ربي لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ونقرا في ايه ثالثه اخرى: بسم الله الرحمن الرحيم: يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. يعني أنا مخطئ، أنا عاص، أنا مخطئ، أنا عاص، أنا مذنب، هو راحم، هو غافر، هو كافي. قارنتهن ثلاثة بثلاثة فوجدت أوصافه غلبت أوصافي. كيفاش تحبني ما نتوبش؟ كيفاش تحبني ما نرجعش لربي سبحانه وتعالى؟ فهمتني أختي؟ عندك حق. اكيد راهو الناس الكلها بالرسمي، خاطر راهو بعدنا على دين ربي سبحانه برشا، بعدنا برشا برشا برشا. شنو الأسباب اللي خلتنا نبعدوا على ديننا؟ والله شوف، المعاصي المعاصي المعاصي، ربي سبحانه وقالنا في القرآن: انتشر الفساد في الأرض والبحر بما كسبت أيدي الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا حديث ما شاء الله تبارك الله، يعني ثم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي على الناس، يأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، همهم بطونهم ودينهم أموالهم، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، لا يعبدون الله إلا في شهر رمضان، فإذا فعلوا ذلك ابتلاهم الله بالسينون. قيل: وما السينون يا رسول الله؟ قال: جور الحكام، غلاء المؤن، كثرة الأوبئة، ويحبس الله عنهم المطر في أوانه وينزله في أوان آخر، بأبي وأمي وأنت يا رسول الله. يعني الرسول أعطانا حديث يعني مسطر، يعني أو احنا في الوقت هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه. بالضبط. مثلا كما نقولوا الناس اللي قالوا المطر ماهيش باش تصب سي العام مشى، شو ثر، يعني ربي سبحانه قائل الشيء كن فيكون، ثبت المطر وما شاء الله خيرات عند ربي سبحانه وتعالى. فهمت؟ يعني بالرسمي اللي باش يرجع لربي يرجع له بحقيقه. بالحق ننصحكم الانسان، راني ما زلت نصلح من روحي، راني مانيش ملايكه، لكن نحاول ديما نصلح من روحي وديما نرجع لربي سبحانه وتعالى. هيك هو شنو نقول لك اخر. أنا هي اللحظة اللي قررت إنك تبدل روحك فيها. والله فترة وقت في عمري بريسك في بريسك عمري 20 سنة. شنو هو الموقف اللي صار اللي خليك تبدل من روحك هكا؟ ثم حديث بالرسمي في آخر الزمان، يعني يوم القيامة، ربي سبحانه وتعالى يقول سيدنا محمد، يقول: يا محمد أمتك خلق ضعيف وأنا رب لطيف وأنت نبي شريف، كيف يضيع ضعيف بين شريف ولطيف؟
شنو باش يكون احساسك في اللحظه هذه بالحق؟ شكون باش يكون احساسك؟ ربي سبحانه يخاطب في نبينا كمان هكا، يعني امه محمد الكل يعني راي باش يغفر لها ربي سبحانه وتعالى بفضل انه محمد عليه الصلاه والسلام الرسول نتاعنا، يعني هو اللي بشرنا، فهمت؟ هو اللي بلغ لنا الرساله. ان شاء الله ربي يهدي الناس الكل. هذا ما نقول لك بالرسمي قلبي معبي، لكن مع اني اول مره نخرج راهو اما نتخيلك سعيد بالتغير اللي صار في حياتك. بالرسمي سعيد وفرحان. حتى الانسان باش يقول لك يكذب ومنافق، مانيش منافق، انا راضي باللي عطيهولي ربي. وبالرسمي نستدل بايه قرانيه من القران: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. باللي يحكم يهمتيش، انا راضي باللي نعمل فيه مع ربي وصادق مع ربي سبحانه وتعالى. وان شاء الله ربي يهدي الناس الكل. بالرسمي اللي يحب يسمعني بقلبه وما يسمعنيش بوذنيه. ان شاء الله ربي يهدي الناس الكل. كيفاش لاحظوا عائلتك التغير اللي صار في حياتك؟ والله لاحظوا، شوف كما قلت لك، ثم شكون يرحم والديه، ثم انسان يصلي دلني على طريق، ويعني وعرفوه العائله وفرحوا لي انا رجعت نصلي. صحيح ثم اوقات راني نصلي مش ما نصلي، ثم اوقات ساعات صليت ماش في وقتها، لكن ديما مكبش في الدين، ديما مكبش، ديما نصلح، ديما بالرسمي. اي انسان اذا كان باش يعني يرتكب معصيه ولا يعمل ذنب، بالرسمي إن أمرتك نفسك الأمارة بالسوء أن تعصي الله قل لها إن الذي خلق الظلام يراني، إن الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يراني. يعني ربي يشوفك، يعني راك حتى باش تختلير وربي قاعد يشوف فيك في اللحظة هذيك. يعني ماذا بيك شوف اقرا حتى سوره الناس اللي هي متاع من شر قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس صدور الناس. يعني هو الشيطان هو اللي قاعد يغوي فيك، لكن انت اقرا سوره الناس تو باذن الله يمشي عليك الشيطان. هكا هو. يعطيك الصحة. نخلي لك الكلمة الأخيرة باش تنصح الشباب اللي غلط كيفك وينجم يتصلح، معناها نجم ونعطيوه فرصة باش يتصلح. والله ننصحها بشوف اي انسان مهما بلغت يعني من المعاصي، يعني عملت زنا، خمر، سرقة، فهمت، قتل روح، يعني ربي يغفرها الكل، فهمت. أما شوف باب التوبة راهو مفتوح للجميع، فهمتني، باب التوبة راهو مفتوح للجميع. أما راك شوف كون توبتك صادقة مع ربي سبحانه، خاطر ماكش ضامن روحك أنك تموت بعد عام عامين، خاطر الموت رانا نديد فيها الناس الكل، كل صغير كل كبير كل يعني فهمت، نديد في العمر، يعني ماكش ضامن أنك تموت غدوة، فهمت. يعني الضامن ربي في الوقت هذاك، فقد تكون توبتك صادقه مع ربي سبحانه وتعالى، راك باذن الله ما تخيبش، فهمت. ربي يقول ادعوني استجب لكم واقرب ما يكون العبد من ربه ساجد. صلي يا اخويا، ننصحك بالصلاه. شكرا. سلام.